إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا إن أصدق الحديث هو كلام الله تعالى، وخير الهدي هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حرها ولهيبها وسعيرها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الإخوة، أيتها الأخوات، رواد بيت الله ويا أحباب رسول الله، جاء في السيرة العطرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، وكان إذ ذاك المجتمع المدني مركب من المسلمين الخلص أهل الإيمان الذين ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وظاهرة النفاق لم تبدو معالمها في تلك الأيام الأولى، وإنما المركب الثاني من مركبات المجتمع المدني كان اليهود موجودون في المدينة المنورة، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير وخيبر إلى المدينة أقرب. فأراد بعض ساداتهم وأشرافهم أن يتحققوا من خبر رسول الله هذا الذي جاء إلى المدينة وهو يدعي النبوة وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، واليهود بعضهم أهل كتاب يعلمون شيئا من الكتاب ويدرسونه، فأرادوا أن يتحققوا من خبر ذلك. وكان الذي قام بهذه المبادرة بعد ذلك صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حيي بن أخطب والد السيدة صفية بنت حيي بن أخطب زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كنت أحب ولدي أبي إليه، وكان يقربني منه وإلى عمي كذلك، فكان إذا رآني في طريق هش إلي وبش وضمني إليه دون أن يضم الأطفال الآخرين. كانت مزية عند هذه الطفلة التي ستكبر بعد ذلك وتصير زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: لما سمع أبي وعمي بالخبر خرجا بغلس أو مغلسين، يعني خرجوا في الظلمة يريدون أن يكتشفوا أن يكونوا عن قرب من هذا الرجل ويرون بعض أوصافه، ينظرون إلى طريقة كلامه، يحاولون أن يتأكدوا من خبره وبما عنده من المعطيات الموجودة، لأن النبي آخر الزمان موجود في التوراة والإنجيل كما أخبر عنهم القرآن الكريم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن قال الله: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فرجعوا في المساء يا إخواني الكرام وقد أنهكهم التعب وهم يمشون الهوينة، يعني متعبين. والسيدة صفية تستمع إلى حوار دار بين أبيها وبين عمها. العم يسأل الوالد الذي هو حيي بن الأخطب: هو يقول: هو حقيقة هو نبي آخر الزمان فيه تلك الأوصاف والمواصفات التي نجدها عندنا في التوراة؟ قال: نعم. تأكد من أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي آخر الزمان، وهو الرسول الموحى إليه الذي ذكر عندهم بأوصافه في التوراة.
قال فماذا تنوي؟ ما دام هو نبي آخر الزمان، كان الأصل بهم أن يسارعوا وأن يسبقوا إلى ماذا؟ إلى نيل شرف صحبته واتباعه والإيمان به. يعني تأكدوا بأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى بالأمارات والأوصاف والشروط المذكورة في التوراة. قال فماذا تنوي؟ قال أنوي عداوته ما بقيت، راح نعاديه ما دامني موجود على وجه الأرض. فكان هذا الرجل يا إخواني من أشد أعداء الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يناصبه العداء، وما تركوا فرصة وما تركوا مجالا وما تركوا موقفا من مواقف إلا وحاولوا التخذيل وإفشاء الفتن وإذكاء نيران الحروب والمعارك والخصومات بين أوساط المسلمين يا إخواني الكرام. ثم أعانهم على ذلك قوم آخرون وهم أهل النفاق الذين كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصومون معه وربما حجوا معه وخرجوا إلى بعض المغازي معه، لكن كانوا يدا على المسلمين من طرف هؤلاء الخبثاء الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم الفناء والخزي في الدنيا وفي الآخرة. لما جاءت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وكان هؤلاء ممن تواصلوا مع كفار قريش ونجد وغطفان وحاولوا أن يجمعوا الحشود لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخانوا الله وخانوا رسوله، فما وضعت الملائكة أسلحتها وقد وضع المسلمون أسلحتهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة، لأجل قضاء على دابر هذه الفتنة وهذه اليد التي كانت تتواصل وتهدد استقرار المجتمع المدني يا إخواني الكرام. فكان أن النبي عليه الصلاة والسلام تحرك إليهم وحكم فيهم أحد السادات من الأنصار بماذا؟ بأن يقتل فيهم الرجال، لأنهم أهل نفاق وغدر وخيانة. فأتي بهذا الرجل ليقتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحد الكلمة ستكون هي عنوان انطلاقتي في هذه الخطبة أو في هذه الكلمات. قال هذا الرجل أما والله ما لمت نفسي على عداوتك قط. هو راح يموت الآن، راح يقول كلام فيه صدق. أما إني ما لمت نفسي على عداوتك قط. قال ولكنه شيء كتبه الله على بني إسرائيل ومن يغالب الله يغلب. ولكنه شيء كتب على بني إسرائيل. هذا العداوة اللي كانت في قلبي تجاهك وهذا الحقد وهذا الكراهية ليس مما أملكه، ولكن شيء كتب على بني إسرائيل، وصف من الأوصاف وخلق من الأخلاق التي طبعت في قلوب هذا الجنس الخبيث عليه من الله ما يستحق إلا من آمن منهم واستقام على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. شيء كتبه الله على بني إسرائيل، ولكن الحقيقة المقررة من يغالب الله يغلب. هذا رسول الله. في بداية الأمر اعترفت بأنه رسول مؤيد من طرف الله تبارك وتعالى، فأرادوا مغالبة الله في مغالبة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولكن من يغالب الله يغلب. نحاول في دقائق معدودة أن نعيش مع القرآن وهو يحدثنا عن اليهود، عن أخلاقهم، عن أوصافهم، حتى يعرف الإنسان أعداءه. كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام على الخير، وأحد الصحابة قال أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. وكنا نسمع قبل قليل من شيخنا الفاضل وهو يحدث عن النفاق السلوكي، قال ومن كانت فيه خصلة من المنافقين كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من أجل أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. بما تحدث القرآن الكريم عن اليهود؟ أولا أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن يغفل الإنسان عن عداوة اليهود للمسلمين، فقد قررها القرآن الكريم وأكدها وبينها، وهذه حقيقة لا يماري فيها ولا يجادل فيها إلا من كان في قلبه مثقال ذرة من النفاق. قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن، شوف هذه اللام هي لام التأكيد، والنون أيضا هي نون التأكيد المشددة. لتجدن أشد الناس، وأشد بصيغة المبالغة على وزن أفعل. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من أوصافهم التي تحدث عنها القرآن الكريم أنهم شر الناس،
وأنه ما تفرق في الأمم السابقة من بعض السوءات والعيوب قد اجتمع في هذه الشرذمة أو في هذا الجنس. قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فإذا بعض الأمم كانت فيها سوءات، كانت فيها عيوب، كانت فيها غدرات وفجرات، لكن هؤلاء جمعوا الشر كله في هذه الأمة. ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن بأنهم قوم أهل حسد. رأيتم أنهم كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان من أجل أن يظهروا وأن ينتصروا على أهل الإيمان، وكانوا يبشرون بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكونوا ينتظرون بأنه سيخرج من العرب، فكانوا ينتظرونه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوه وأعرضوا عنه وآذوه وفعلوا به ما فعلوا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى وسجل عنهم ذلك: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. علاش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فإذا هذا الحسد هو خصلة من الخصال التي تحدث عنها القرآن الكريم في هؤلاء لعنهم الله. من أوصافهم التي تحدث عنها القرآن الكريم أنهم قوم أهل بهتان وأهل كذب. الكذب مخالفة القول للواقع، والبهتان هو الاختلاق، حاجة ما هياش موجودة يا إخواني الكرام. ولأنه عندهم الإعلام الآن يتحكمون في الإعلام العالمي، يستطيعون ترويج الأكاذيب وترويج الإشاعات وغير ذلك. أرجع بكم قليلا يا إخواني الكرام إلى 7 أكتوبر يوم النصر المجيد في هذه الأيام الماضية. 7 أكتوبر أشاعوا للعالم جميعا بأن المقاومة ذبحت الأطفال وقتلت وفعلت وكذا إلى غير ذلك، ولكن لم يسعفهم أن يأتوا بصورة واحدة، وغرروا حتى رئيس الدولة الأمريكية وتكلموا قال بلي أطفال ومذبحين ومقتلين إلى غير ذلك، ثم حام حوله الكونغرس وكذبوا الخبر وبدأوا يتبعوا في القضية، ووجدوا في نهاية المطاف أن صحفية أشاعت هذا الخبر، والصحفية قالت بأنني سمعت هذا الكلام من طرف جندي وإلى غير ذلك. وروجوا لهذا يا إخواني الكرام. وما دام الإعلام موجود عندهم فإذا يستطيعون الكذب ثم الكذب ثم الكذب حتى تستقر هذه الأكاذيب في عقول وقلوب الناس. فلا زالوا يتحدثون عن المقاومة وعن المجاهدين بأنهم إرهاب وأنهم مجرمين وأنهم قتلة وأنهم مخربين وأنهم كذا وأنهم حتى يستقر في عقول السذج والسطحيين والسفهاء بأنهم حقيقة إرهابيين وأنهم تخريبيين وإلى غير ذلك. فإذا يا إخواني الكرام هم أهل بهتان تحدث عنهم القرآن الكريم في هذا القضية، فقال: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: ويفترون على الله الكذب إلى غير ذلك. فإذا آيات قرآنية تتحدث عن هذا الخلق يا إخواني الكرام، حتى يحذر الإنسان إذا تصدر معلومة من مثل هذه الجهات، فإنه يعلم بأن الكذب هو الذي سيسيطر على هذه المعلومة، أو على الأقل التزييف والتغيير للحقائق وللمعلومات. أهل جرأة شديدة على الله جل وعلا وعلى ذاته العلية. وما علمنا أمة من الأمم سبت ربها أو نسبت إليه صنائع سوء مثل ما فعلت اليهود. لذلك في بداية الحديث قلت: وحتى يحذر الإنسان أن يقع في مثل هذا. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود، سجل الله هذا الكلمة عنه سبحانه، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن كلمات قبيحة يا إخوان، ونسبوا إلى الله عز وجل الولد وحاشاه. فإذا جرأة شديدة من هؤلاء على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا انظروا يا إخواني الكرام كيف أن فيهم هذه الصفات، الذين لم يسلم منهم خالقهم سبحانه ورازقهم، الذي خلقهم ورزقهم والذي يكلأهم بالليل والنهار. ماذا قالوا فيه سبحانه جل جلاله؟ وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم قتلة الأنبياء. الأنبياء الذين جاءوا بوحي الله، الذين جاءوا بالسلام، الذين جاءوا بالقيم والمثل الكبرى، الذين جاءوا لإخراج الناس من عبوديتهم للبشر إلى العبودية لله تبارك وتعالى، وإخراجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان. ما تركوهم فقتلوهم وذبحوهم. فهذا يحيى عليه السلام ذبح،
وهذا زكريا نشر بالمنشار يا إخواني الكرام، وهو نبي من طرف الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقال: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فالذين تجرؤوا وقتلوا أنبياء الله عز وجل أفلا يقتلون المسلمين؟ أفلا يقتلون الأطفال؟ أفلا يقتلون النساء؟ أفلا يقتلون العجز؟ أفلا إلى غير ذلك. فإذا المتوقع منهم هذا وأكثر من ذلك ما دام أنهم تجرؤوا على أنبياء الله وعلى رسله عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من الأخلاق التي ثبتها القرآن الكريم أو وصفهم بها القرآن الكريم أنهم قوم غدر وأهل خيانة. قوم غدر وأهل خيانة. قال الله تبارك وتعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فإذا يكذب على نفسه من ينظن بأن هنالك اتفاقيات سلام مع هؤلاء وأن هنالك مواثيق دولية مع هؤلاء. الله تبارك وتعالى الذي خلقهم هو الذي قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لكن هي الظروف الواقعية وهي الأشياء التي تحكم قوة قانون الغلبة ومنطق الغلبة هو الذي يحكم، وليس قانون الله تبارك وتعالى في الزمان الذي يتخلى فيه أهل الإيمان عن الله تبارك وتعالى وينزع أيديهم من يد الله ومن يد رسوله صلى الله عليه وسلم. تحدث عنهم القرآن الكريم بأنهم قوم يشيعون الفتن ويحاولون إذكاء النيران الحروب الطائفية وبين الدول في كل العالم ويسعون في ذلك إفسادا وفسادا. قال الله عز وجل: أو كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يسعون يا إخواني الكرام لإيجاد هذه الحروب وهذه الصراعات في العالم. ولو أرجع بكم قليلا يا إخواني الكرام، لماذا وجد هذا الكيان في قلب الأمة الإسلامية؟ لإحداث حالة من الاستقرار وحالة من اللا أمن بين دول المنطقة سواء في المشرق أو في المغرب. فلو تحاول يا إخواني الكرام أن تبحث وأن تستقصي بسرية وبكذا تجد كل مشكل من هذه المشاكل إلا واليد الصهيونية يد الموساد وراء هذا العمل التخريبي أو هذه المشاكل أو هذه الحروب إلى غير ذلك. ويسعون في الأرض فسادا. الآن الإباحية أعز الله قدركم والمثلية التي تسخر لها إمكانات وقنوات وساتيليت كامل يا إخواني الكرام، من وراءها هؤلاء الخبثاء لإفساد شباب المسلمين ولإفساد بنات المسلمين، لإفساد القيم والأخلاق وضرب المثل وإحداث القطيعة بين الأجيال وبين مقومات النصر والتمكين، ومن ذلك القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتمسك بهذه العناصر اللي هي عناصر القوة يا إخواني الكرام. ويسعون في الأرض فسادا، هذا الذي تكلم عنه القرآن الكريم. من جملة ما تحدث عنه القرآن الكريم يا إخواني الكرام أنهم قوم جبن وقوم خوف. قال الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني يخافونكم يا أهل الإسلام أكثر مما يخافون الله جل وعلا. في آية أخرى قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فإذا لما تحدث عنهم القرآن الكريم بهذا الأوصاف وبغيرها يعلم الإنسان ما عليه هذا الخصم، فيحذر كل خصلة من هذه الخصال، كل خلق من هذه الأخلاق إلا ويكون منها على يقظة، يكون منها على حذر يا إخواني الكرام. ولكن السؤال الذي نطرحه: قوم بهذا الخزي وبهذا العار وبهذا الأخلاق الذميمة وبهذا الانحطاط كيف استطاعوا أن يتسلطوا على رقاب المسلمين؟ كيف استطاعوا
أن يحدثوا شرخا بين أوساط المسلمين، كيف استطاعوا أن يتحكموا في أشياء كثيرة عند المسلمين. نتحدث عن الجانب الاقتصادي والتربوي والسياسي حتى في بعض البلدان وغير ذلك، كيف استطاعوا ذلك مع ما هم عليه من الخور ومن الضعف ومن الهوان. نقول يا إخواني الكرام، الله جل وعلا ذكر معادلات دقيقة ومضبوطة في القرآن الكريم، قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيطرح الإنسان سؤالا على نفسه، نحن كأمم وكأفراد وكدول، هل نصرنا الله تبارك وتعالى؟ هل حققنا معنى الامتثال لشريعة الله تبارك وتعالى حتى ينصرنا على أعدائه؟ لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. زيد مسألة أخرى من عوامل القوة والتمكين والظهور على أعداء الله عز وجل هي الوحدة والاتحاد وعدم التفرق. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا، هذا النزاع وهذه الخصومات وهذا التقسيمات وتجزيء المجزأ وتفتيت المفتت، وداخل الدولة الواحدة كاين مركبات، وهذه المركبات في خصومات وفي صراعات، وداخل الدولة كاين ولايات وكاين قطيعة بين ولاية وولاية، ومن بعد داخل الولاية كاين دائرة مع دائرة ما يتفاهموش، ومن بعد داخل الدائرة كاين البلدية مع فلانية مع البلدية الفلانية، وحتى في الأندية الرياضية الفريق الفلاني ما يتفاهموش مع الفريق الفلاني وكاين خصومة، ومن بعد توصل لداخل البلدية الواحدة كاين الجهة المقدمة والمؤخرة، هذو ما يتفاهموش مع هذو، ومن بعد الجار مع الجار. ويا إخواني الكرام هذو لأنه من الجهة الفلانية ما يتفاهمش مع الجهة الفلانية، ومن بعد داخل الأسرة الواحدة كاين هذا. شوفوا هذا فكر الانقسام وهذا فكر التنازع يا إخواني الكرام، اللي هو من مخلفات سيكس بيكو الموجودة اللعينة التي أحدثت شرخا بين المسلمين. مخلفاتها يا إخواني الكرام جعلتنا في فرقة حتى لم نستطيع أن نكون على قوة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا يا إخواني الكرام. فهل حققنا معنى التوحد ومعنى الوحدة ومعنى التكاتف والتعاطف بين المسلمين؟ فإذن هذه هي الإجابة لماذا تمكن هؤلاء الشرذمة في دول مختلفة من أن يتسلطوا على رقاب المسلمين وعلى الإعلام العالمي وعلى المال العالمي وعلى إلى غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه وإلى كتابه وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، فأنت مولانا فيا نعم المولى ويا نعم النصير. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه في هذا اليوم الذي هو يوم عيد، يوم جمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم يا رب كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم ثبتهم بتثبيتك وانصرهم على عدوك، اللهم قوي إيمانهم وربط على قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اجمع صفوف المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. ردنا إلى دينك وإلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم يا رب اهزم أعداءك وأعداء الدين من اليهود المجرمين الغاصبين وممن شايعهم وممن هادنهم وممن عاونهم في ذلك يا رب العالمين. اللهم يا رب مايز بين صفوف المسلمين والمنافقين. واللهم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تذل الكفرة والمشركين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم واحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. جنبني يا رب الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين في بلداننا يا رب العالمين.
اللهم من ولي أمر المسلمين بخير فأعنه على ذلك ووفقه، ومن أرادنا وبلادنا والمسلمين وسائر أمة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بسوء فأشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه ولا تمكنه يا رب من رقاب المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا بإذنك يا قوي يا متين. اللهم أقر أعيننا بالنصر المبين، اللهم أقر أعيننا بالنصر المبين. اللهم إنا نسألك ليهود فلسطين جلاء مثل جلاء بني النضير، ومثل جلاء بني قينقاع، ومثل جلاء كل جلاء أجلاهم منه رب العالمين تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز، فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الله تبارك وتعالى وانصر المسلمين عليهم يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.